حل فصل الصيف وحلت معه مشاكل الكسابة مع الماء والبحث عن الكلاء. عدة كسابة بجماعة بئر زاران يواجهون منذ بداية الصيف مشكل انعدام محرك على البئر ترد إليه إبلهم وأغنامهم. فريق التلفاز انتقل إلى بئر زاران ونقل الصورة كاملة حول تفاصيل انعدام المحرك على هذا البئر وعدم إبقائه فيما مضى من السنين. إلى بئر بيرنزران توجهنا حيث حركة الكسابة ودوابهم لا تتوقف. قطيع من الإبل يسقى هنا وآخر وارد وثالث صادر إلى بئر تتناوب عليه سيارات الكسابة لجر الدلو الذي يعتمد عليه لملء الأماكن المخصصة لسقي الإبل وحتى الغنم التي ترعى في ضواحي هذا البئر. بئر كثر الحديث عن أسباب انعدام محرك به. محرك وكما يقول الكسابة هنا سيساهم في حل مشاكل عدة مرتبطة بسقي أنعام عباد كتبت عليهم الأقدار المكوثة هنا في مسار ترحالهم بحثا عن الكلاء. هو 11 هاي الأرض اجبرناها عطشان ياك سمعت اجبرنا احنا خاطر عليها واجبرناها عطشانة على حد المعطشي. ايوه وجبرنا بغينا مسؤولية تعود ترد لنا ماطر وترد لنا عن هذا المسائل اللي ما هي صالحة. شوف الوتات ينطروا وهذا ما هي. ندوروا الموتور للحاسي ديال الجماعة وندوروا المعاونة من الرئيس ومن الوزير ياك سمعت وندوروا الموتور رسمي في الحاسي. الحقيقة جبرنا الحسيان مثلا ما خارجين حسيان غير معطينهم خاسرين وتكرفصت الحية وفرغت ونطالبوا المسؤولين عنهم مثلا يساعدونا. هذا الصيف الحسيان قليلين خارج الا حاسي واحد هون سفير وموتوره خاسر كيف تشوفوا. ومن جينا هون قلنا عن هذه المنطقة عنها ما هو مواطره ومسائلها. من جينا هون ضعنا عندنا صنديع اسوى البل واسوى الغم ياك سمعتني. رايك احنا طالبين منهم موتور يركبوا لنا على الحاسي في مدة الشهر 15 يوم شهر يغيثونا عاد لي غاثة خالقة ندورها منهم عاد ما يخالق عنهم اللي ما يخالق. في السنوات الفارطة تم وضع محرك بهذا البئر لكن مشاكل التسيير والصيانة وحتى عدم إجماع الكسابة على وضعه أدى إلى إزالته. لكن فصل الصيف وحاجة الكسابة ودوابهم للماء تنطر الغبار مرة ثانية عن ملف المحرك ليوضع على مكاتب المسؤولين عن الفلاحة بجماعة بينزران. وعن مشكل المحرك يقولون: قلت للكسابة إن يكون هناك إجماع وهناك موافقة من طرف الكسابين أنا ما مرة مانع في إطار من طبيعة الحال وضع محرك على هذا البئر. غير هناك خلاف بين مجموعة من الكسابة ترقب في محرك وهذه أقلية وهناك كسابة اللي هم يشكلوا الأغلبية يريدون البئر يبقى بالطريقة التقليدية أي بالكركرة والرشة والدلو. هذا الموقف ديالنا يعني موقف تقني لأنه كما قلنا تكون صعوبة ديال التسيير وديال الاهتمام بهذا المحرك لأنه التجربة تثبتت أنه تجربة فاشلة والأغلبية ديال الكسابة ديال المنطقة يعني تيفضلوا أن يكون هناك استغلال بطريقة تقليدية أحسن لأنه تكون مشاكل ديال الصيانة وديال التسيير. إضافة إلى مشكل المحرك ثارت مشاكل حول الشاحنات الصهرجية ببئر بينزران. شاحنات وضعت لها خطة من طرف مسؤولي الفلاحة لتغطي كافة الأماكن التي تعرف تواجد مجموعة من الكسابة بحسب الإمكانات المتوفرة. مشاكل بشكل عام يراعى في حلها الإمكانيات وكذا توافق المعنيين بها. الكسابة بالمقام الأول.